تخيل تقرا خبر عن رحلة العمر انك تنزل المحيط الاطلنطي في انبوبة. ها، مين يطلع؟ عشان تتفسح وتتبسط في الصيف ممكن تعمل حاجات كتير قوي، منها تبلبط في البحر، تلعب في الاكوا، تقضي يوم في عرض البحر. الغواصات زمان ما اتعملتش عشان الفسح والمغامرات، لكن اتعملت عشان الجيوش تستخدمها ضد بعض في الحروب. واول غواصه اتعملت في العالم ما حدش استخدمها الا بعد 150 سنه. واللي بالمناسبه اول واحد اخترع الغواصه كان مخترع هولندي، كان اسمه صعب كده، فمش مهم. فضلت الغواصات حاجه بيستخدموها في الجيش بس، لحد ما من فتره قريبه بداوا يستخدموها في الاستكشاف والمغامرات. طبعا انتوا فاكريني نسيت رحله العمر اللي قلت لكم اني هطلعها؟ طبعا لا، بس الصراحه دي مش فكرتي. الفكره دي اتعملت كتير قبل كده، واخرهم رحله الغواصه تايتان، واللي كانت رايحه تستكشف بواقي سفينه تايتانيك اللي غرقت سنه 1912 في المحيط الاطلنطي. طب اشمعنى سفينه تايتانيك اللي رايحين يتفرجوا عليها؟ في كذا سبب بيخلي حطام سفينة تايتانيك مكان مهم. وأولا طبعا الحدث المأساوي اللي حصل لسفينة تايتانيك لما اتقسمت نصين وغرقت في نص المحيط. وكان عدد ضحاياها أكتر من 1000 شخص. وتاني حاجة هي إن الحادثة دي عدى عليها أكتر من 100 سنة، ده بيخليها مزار سياحي مهم. وتالت حاجة هي إنهم اكتشفوا حطام سفينة تايتانيك بعد 73 سنة من الحادثة نفسها. نروح بقى لرحلة الغواصة تايتان واللي كان فيها حاجات غريبة جدا، منها إن الغواصة تايتان كانت غواصة جديدة واتعملت في وقت سريع جدا. بس مش ده اللي يخوف، اللي يخوف إن الغواصة دي عمرها ما نزلت المية قبل كده. سيري يا نورماندي بسم الله مجراكي ومرساكي. وأهلا معتمدة من أي منظمة إنها غواصة أمان. وعلى فكرة حطام سفينة تايتانيك على عمق 4000 متر تقريبا، يعني صعب قوي على أي غواصة إنها تستحمل الضغط العالي ده إلا لو كانت متجهزة ومتجربة. رغم كده في 3 أشخاص دفعوا فلوس كتير قوي عشان يطلعوا الرحلة دي، رغم إنها مش أمان. ده مش بس كده، ده صاحب الشركة اللي عملت الغواصة دي شخصيا طلع معاهم الرحلة على أساس إن هو واثق قوي من اختراعات الشركة. وطبعا كان معاهم كابتن الغواصة دي، يعني 5 أشخاص في رحلة العمر أو نهاية العمر. لكن للأسف الغواصة دي اختفت بعد ما بدأت رحلتها بساعة و45 دقيقة، والكلام ده كان يوم الأحد 18 يونيو اللي فات. واللي فضلوا يدوروا عليها لمدة 5 أيام لحد ما لقيوا أجزاء متحطمة في قاع المحيط. هل ممكن تطلع رحلة المجهول وأنت مش واثق من الرجوع؟ لأي معلومة جديدة تابعوا صفحتنا.